عسلامة أحباء النادي الافريقي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا برشا اخبار تخص الاحمر والابيض، من جديد فوزي البنزرتي لاخر اخبار الميركاتو، وكيف باش نحكي لكم على اهم مباريات النادي الافريقي بعد تحديد الرزنامه، وزاد باش نحكيو على اللاعب السابق النادي الافريقي علي يوسف ومستقبله مع نادي نانت الفرنسي. لكن قبل ما نبداو ما تنساش تخلي فولو ولايك باش توصلك اخر الاخبار. نبداو باول الاخبار. وبعد الاشاعات اللي خرجت في الساعات الاخيره على امكانيه فسخ عقد فوزي البنزرتي مع نادي الاتحاد الليبي، اداره الاتحاد خرجت ببلاغ رسمي واكدت بشكل واضح انه الاخبار المتداوله حول رحيل البنزرتي او فسخ العقد نتاعو كلها اشاعات وحتى شيء ما هو صحيح، واضافت انه فوزي البنزرتي متواصل على راس الاطار الفني وانه اداره الاتحاد عندها ثقه كبيره فيه، كما طلبت من الجماهير نتاعها عدم الانسياق وراء الاشاعات، وانه اي قرار رسمي باش يتم الاعلان عليه فقط على الصفحه الرسميه للنادي. يعني فوزي البنزرتي مازال رسميا مدرب الاتحاد الليبي والاخبار كلها اشاعات. نواصلوا مع النادي الافريقي والمدافع البوركينابي سليمان وتارا من المفترض انه في فتره اختبارات مع النادي الافريقي في طرابلس عين دراهم، لكن وتارا قاعد يخوض في فتره اختبارات مع الاولمبي الباشي، والشيء هذا خلى الملف مازال مفتوح. يعني لحد الان ما فما حتى قرار رسمي بخصوص امضائه في النادي الافريقي، والاكثريه صفقه ماشيه وتطيح. وبخصوص برنامج التحضيرات، النادي الافريقي باش يلعب زوج مباريات وديه خلال طرابلس عين دراهم. المباراه الاولى تاكدت بشكل رسمي باش تكون ضد النجم الخميري، اما المباراه الثانيه مازال ما تحددش المنافس، لكن حسب اخر المعطيات شك باش يكون ما بين الاتحاد المنستيري والنادي البنزرتي. نتعداو نحكيو على الميركاتو، والنادي الافريقي مازال يلوج على مهاجم جديد، والمفاوضات مازالت قائمه مع الكاميروني تاتو سينكينغ صاحب 26 سنه، اللاعب الحالي الملعب المالي والمهاجم اللي سجل 6 اهداف الموسم الماضي في مباريات دوري ابطال افريقيا، لكن لحد الان ما فما حتى اعلان رسمي ولا اتفاق نهائي. ومن الاخبار المهمه اليوم تم سحب رزنامه البطوله التونسيه للموسم الجديد. البطوله باش تبدا نهار 22 اوت، والنادي الافريقي باش يبدا اول مباراه ليه ضد النجم المتلوي خارج الديار، واخر مباراه ليه كيف خارج الديار ضد الاتحاد المنستيري. اما بالنسبه لدربي العاصمه بين النادي الافريقي والترجي باش يكون في الجوله الثامنه وتحديدا في 22 اكتوبر، ومن بعد مباشره النادي الافريقي باش يلعب الكلاسيكو مع نجم الساحلي في سوسه. وبالنسبه لمباراه النادي الصفاقسي باش تكون في الجوله 14. ونختم نشرة اخبارنا باللاعب السابق للنادي الافريقي المدافع الليبي علي يوسف. بعد انتقاله نادي نانت الفرنسي يبدو انه اللاعب قريب من خوض تجربه جديده. تقارير صحفيه فرنسيه وليبيه اكدت انه مدرب نانت جديد ما عندوش مشكل في خروج علي يوسف الصيف هذايا، خاصه بعد تعزيز الفريق بعده مدافعين جدد، الشيء هذا اللي نقص برشا من فرصه مشاركته في الفريق. كما اكدت نفس التقارير انه برشا انديه ليبيه بدات تستفسر على وضعيه اللاعب في انتظار وصول عروض رسميه خلال الايام القادمه، لكن الوجهه النهائيه مازالت ما تحددش. لهنا نكون وصلنا اخر الفيديو. كان تحب توصلك اخر اخبار النادي الافريقي ما تنساش تخلي فولو ودعمنا بلايك. السلام عليكم.